لما الجنود بيتحولوا لمرتزقة والعدو بيبقى مش من كوكبنا، اللعبة بتتغير. في المنطقة المحرمة مفيش ضمانات. الفيلم بيبدأ بسارة وابنها جوش وهم خارجين يتفسشوا شوية يوم عادي خالص، وهي ماشية معاه بتفضل تحكيله عن بطل اسمه ليو، ونعرف إن ليو ده كان أمريكاني وسارة كانت ألمانية، وكانوا مع بعض في وقت من الأوقات. وفجأة بتقوم سارة تروح تجيب كريم لجوش، وفي اللحظة دي بتسمع صوت طيارة، وده بيرجع لها ذكريات آخر مهمة طلعتها مع ليو. في الوقت ده ولد بيجي ياخد الكورة، فبتفضل تضرب فيه من غير ما تحس، ولما بتفوق بنتسفل وبتروح على البيت. بعدها بوقت كانت رايحة على السفارة عشان تقدم ورق السفر، لأنها جالها شغل في أمريكا، وكمان قالت بالمرة جوش يشوف أهل أبوه. يجيلها رسالة من صحفي بيقول لها إنه عنده معلومات جديدة عن الحادثة اللي حصلت في أفغانستان، وبيبعت لها فيديو وبيقول لها تتفرج عليه وتسأله لو تعرف حد فيهم. وهنا بتبص تلاقي جوش مش جنبها، بتفضل تنادي عليه وتدور لحد ما تلاقيه واقف بعيد، فبتزعق له وتقول له ما تتحركش تاني من جنبها. وبعد كده بتقول له إنهم هيسافروا أمريكا، وبيدخلوا القنصلية الأمريكية وبتسجل دخولها هي وجوش. بتلاحظ إن في كل خطوة في كاميرات مراقبة، ولما تدخل المبنى بتسلم كل حاجاتها وتاخد الملف بتاعها وتروح تقعد تستنى دورها. جوش في الوقت ده مش عارف يقعد ساكت، فبتسأل موظفة على دورها، بتقول لها إن في أوضة ألعاب للأطفال آخر الطرقة. وجوش أول ما بيسمع بيجري على هناك، وسارة توافق وتروح تجيب لنفسها قهوة. وهي قاعدة بتسمع إن رقمها نادى من الشباك رقم 6، فبتقوم بسرعة عشان تجيب جوش، وهي رايحة تشوف 2 شكلهم مريب كده، لكن ما بتركزش معاهم. أول ما تدخل أوضة الألعاب تتفاجئ جوش مش موجود، بتنده عليه بتدور مفيش، فبتخاف وبتجري على الأمن. لما الأمن ما يفيدهاش بحاجة بتطلب تقابل المسؤول، ويجي إريك مدير الأمن ومعاه مساعده. بيسمعوا منها اللي حصل وبيقول لها ما تقلقيش، إحنا هندور عليه، والمكان كله مفهوش غير باب خروج واحد، فلو خرج أكيد هنلاقيه. بس هي بتفتكر إن في باب تاني كانت شافته، ولما بتاخدهم عليه بيقولوا لها استحالة الباب ده يتفتح لأنه لمنطقة رملية. شوية ويجي واحد اسمه دون بيطلب يكلمها لوحدها، وهناك بيعرفها إنه عارف إنها كانت في القوات الخاصة وخبيرة قتالية وخدمت في أفغانستان سنة 2017. هي بتقوله إن ده كله مش مهم دلوقتي، المهم ابنها. وهنا تحصل الصدمة، بيقول لها إن ابنها أصلاً ما دخلش القنصلية معاها، اسمه مش مسجل. وبتتعصب وتقوله أنت اتجننت، أنا دخلت بيه قدام الناس، وحتى أنت شفتنا وسلمت عليه. بس هو بينكر. بتطلب تشوف تسجيلات الكاميرات، بس إريك يحاول يهدي الدنيا ويطرد دون. سارة بتتصل بالشرطة الألمانية، ولما الشرطة ترد بيقولوا لها إنهم ما ينفعش يدخلوا القنصلية بسبب الحصانة الدبلوماسية، ويطلبوا منها تخرج وهم هيحققوا في الموضوع. بس سارة ترفض وتقول مش هخرج غير وابني معايا. إريك بيحاول يهديها ويقول لها إنه مقدر اللي هي فيه، وإنه هيعدي تصرفها المرة دي، ويخلي دون يحرسها. وبعد شوية دون تجيله مكالمة، فبيقول لها ما تتحركيش، بس هي بتبدأ تفكر هتعمل إيه. تتصل بأمها وتقول لها على اللي حصل، والأم تتجنن وتقول لها أنت إيه اللي وداكي هناك، وتسألها عن أدويتها. سارة تقفل السكة وتبدأ تدور على طريقة تفتح بيها الباب. تلاقي دبوس تفتحه وتشيل الجاكيت وتمسك ملف كأنها موظفة وتخرج تمشي في الممرات. وهنا تقدر توصل لشباك وتخرج تمشي على الزجاج من بره، وتنط للناحية التانية وتقع وقعة جامدة، بس تقوم وتكمل. تلاقي باب كابينة تكسره وتدخل تدور، وتلاقي مكان مكتوب عليه شقق الضيوف. وتلاقي شنطة قدام باب، تدخله تلاقي ست. تسألها بتتكلمي أنهي لغة، تقول لها حاجة، وسارة تسألها عن ابنها وتوريها شنطة فيها مجوهرات. الباب يخبط، الست تقول لها دول الاتنين اللي شفتهم، ما تقوليش إن هنا، وتاخد الحاجة وتسكت. سارة تسألها ليه ما بلغتيش، تقول لها إن في حاجة غلط بتحصل، واللي خطفوا ابنك أكيد من جوه القنصلية. الست تقول لها إنها هنا من شهرين، وتعرض تساعد سارة لو ساعدتها تهرب من هنا. في الوقت ده إريك بيقول لدون إنه مش حاسس إن سارة مؤذية، بس مش طبيعي يسمحوا لحد زيها يتجول كده في المكان، بس كمان مش عايزين يبلغوا الشرطة عنها
ومن هنا نعرف إنهم حاسين إن في مشكلة بس مش عايزين يعملوا ضجة. سارة تتعرف على الست واسمها إيرينا، تقول لها إن مفيش شبكة وإنهم أخدوا منها الشريحة وإن المبنى مؤمن جدا، وتقول لها إنها شبه لاجئة سياسية والمكان اللي هم فيه عبارة عن شقق ضيوف ومستودع. لما سارة تسأل عن المستودع، إيرينا تقول لها إن ده المكان الوحيد اللي ممكن يهربوا منه حد، فتاخدها وتروح هناك. يقابلوا حارس، سارة تضربه لحد ما يغمى عليه، وإيرينا تبص لها وتقول أنا هساعدك، انتي جامدة قوي. ويعرفوا إن الكاميرات عطلانة وإن جوش اختفى قبل ما تطلع آخر عربية من مستودع، سيعني لسه موجود. وسارة تلاقي شنطة مكتوب عليها نفس اسمها الشنطة اللي شافتها قبل كده، وتلاقي جواها مخدرات. يرجعوا يخبوا الشنطة، وسارة تقول أكيد جوش شافهم وهم بيخبوا المخدرات وعشان كده خطفوه. لكن إيرينا تحاول تمشي، وسارة تمسكها وتقول لها أنا شفت فلاشة في هدومك، انتي مين؟ بس الباب يخبط ويدخلوا 2 ياخدوا إيرينا، وسارة تطلع وتضرب واحد فيهم لحد ما تخلص عليه، والتاني يمسكها بس بتقاوم. يصغر دون ويوجه السلاح عليها، وإريك يجي يخدرها ويؤمر دون يفضي أوضة إيرينا. ولما تفوق تلاقي جوزها وابنها في خيالها، وتفضل تزعق إنهم عارفين ابنها فين وسايبينها، وييجوا يحاولوا يقنعوها إنها مريضة عندها اكتئاب وهلاوس، وإن اللي حصل كله في دماغها. يعرضوا عليها فيديو من الكاميرات، وتتفاجئ فعلا إنها دخلت لوحدها ومفيش جوش معاها. بس سارة ما تقتنعش وتقول لهم انتوا بتضيعوا وقت عشان تهربوا ابني، وبتقرر إنها تهرب تاني. إيرينا تفكها وتقول لها اللي بيحصل لازم نوقفه، وتأكد لها إنهم لسه ملقوش الشنطة، وده معناه إن عندهم فرصة ويبدأوا يخططوا يدوروا على العيال اللي خطفوا جوش ويحاولوا يدخلوا مؤتمر جوه القنصلية. إيرينا تبعت صورة الشنطة على النت وتقول لهم اللي ضايع شنطته يقول فيها إيه، ولما يردوا يتفقوا على ميعاد في مطعم قريب. في المطعم سارة تقعد ويجي واحد تعرفه وتفهم إنه كذاب، بس تستفيد منه وتاخد منه خريطة القنصلية، ويقول لها إنه يقدر يعطل الكاميرات لمدة ساعة. وهي بتطلع تمشي تلاقي إريك داخل مع بنته، فتستخبى وتاخد لعبة جوش وتقول له هرجعها بعد ما الاقي ابني. تدخل الحمام وتاخد منه خريطة والمخطط، ويقول لها إنه شاكك إن ابنها في الزنازين اللي قريبة من أوضة الألعاب. يرجعوا يدوروا على مكتب إريك، وهناك إيرينا تلاقي إنه كان بيراقب سارة من زمان، وتعرف إنه وجودها في المكان مش صدفة. سارة تتصل بالصحفي وتطلب منه يعدل صورة فيها وش إريك، ونعرف إن إريك كان عسكري في أفغانستان واترفد بسبب فضايح. وفي وسط كل ده دون يجي يقبض عليهم لكن يهربوا، وسارة تدخل على كمبيوتر وتأكد إن إريك كان موجود وقت الحدثة وإنه ليه علاقة باللي حصل لجوش. وفي الآخر ترجع تاني على المستودع وتواجه إريك، ويدور بينهم قتال ويهددها بجوش، لكنها تغلبه وتعمل تفجير صغير يخلي الدنيا تتقلب وكل الناس تجري. سارة تاخد لعبة بنت إريك وتروح تقابلها وتقول لها إن أبوكي عاوزيكي، وتاخدها الأوضة محصنة وتكلم إريك وتقول له اعترف بكل حاجة وأنا هطلع بنتك. ويجي الكل يسمع الاعتراف، وإريك ينهار ويقول إنه عمل كل ده عشان يخلي سارة شكلها مجنونة ويتخلص من ماضيه اللي بيفدشه، وفي الآخر يضرب نفسه ويضربها. لكن المفاجأة إن سارة كانت بتسجل كل حاجة في لعبة بنت إريك والدنيا كلها سمعت، وفي الآخر ينقذوا جوش وتكون سارة عايشة معاه ومع أمها وبتسمع صوت هليكوبتر. بس المرة دي ما خافتش وعرفت إنها بقت بخير وقدرت تطلع من الكابوس ده. لما الأم بتحس إن في خطر على ابنها بتقلب الدنيا وما بتهمهاش قوانين ولا حدود، واللي بيحتمي ورا السلطة عشان يخبي جرايمه في الآخر بيقع قدام اللي معاه حق ونيته صافية. لو مستني حاجة تكسر الدنيا ما تنساش تشترك في قناة مامو أفلام، هنا كل الجديد بأسلوب غير عادي.